السلام عليكم. بيبدأ الفيلم بطفل اسمه ليه وبيحب المصارعة جدا ودايما بيحلم انه بيلعب مع المصارعين المشهورين، وفي يوم بتصحيه جدته اللي اسمها دينيس علشان يروح مدرسته، وبيبان انها بتحبه جدا وبتهزر معاه، وبعدها بيجهز وبيسلم على ابوه ستيف وبيخرج للمدرسة. وهو في الطريق بيقابل اصحابه وبيوصلوا المدرسة سوا، وبيظهر توم متنمر المدرسة وبيتنمر على ليه وبيتريق عليه، وبيشوف في شنطته رسمة راسمها ليه على انه بطل، وبتشوفهم كارل مدرسة الفصل وبتوديهم للمدير. وبعدها الطلاب بيقعدوا ويفطروا وليه بيبقى معجب بزميلته إريكا، لكن عمره ما كلمها علشان خايف تحرجه. وبعد المدرسة الولاد المتنمرين بيستنوه وبيجروا وراه بالعجل لحد ما بيوصل لبيت معروض للبيع وبيدخل جواه، وبيستخبى في أوضة وبيدخل المتنمرين وراه، لكن صاحب البيت بيشوفهم وبيزعق لهم وبيمشيهم. وريو بيلاقي ادوات ملاكمه في الاوضه وبيلمح قناع في صندوق قديم فبياخده وبتبقى ريحته وحشه جدا، وبيدخل عليه صاحب البيت وليو بيعتذر له انه دخل البيت من غير ما يستاذن، والراجل بيشوف في ايده القناع، وساعتها ليو بيعرفه انه كان عايز يجربه بس، فبيعرض عليه الراجل انه يحتفظ بيه للابد، لان رغم ريحته الوحشه ليو بيبقى عايز يجربه وبيفرح بيه جدا وبيرجع البيت. ولما بتشوفه جدته بتقوله ان في ريحه وحشه جدا، فبيرد عليها بانه مش شامم حاجه واكيد بيتهيأ لها. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين يتفرجوا على برنامج المصارعه المفضل ليهم، وبيتمنى ليه ان يبقى عنده قوه كبيره علشان يبقى مصارع مشهور. وبيجي اعلان عن مسابقه كبيره للمصارعه والفايز فيها هياخد 50,000 دولار، وبتكون هتتعمل في المدينه اللي فيها ليو، فبيفرح هو وجدته. وبيوصل ستيف وبيبقى جاي تعبان من الشغل لانه بيشتغل وظيفتين، وبيدخل المطبخ علشان ياكل، وبتدخل وراه دينيس وبتقول له ان من ساعه ما بنتها ماتت وهو ما بيتكلمش مع ابنه وما بيهتمش بيه، فبيشكرها انها قعدت تراعي ليو بعد موت مراته. وبيكون ليو سمع كل كلامهم وبيعرفها ان لما يسدد قرض البنك هيشتغل وظيفه واحده بس، وساعتها هيبقى عنده وقت يهتم بليو، لانه لو ما عملش كده البنك هيحجز على البيت اللي هم عايشين فيه وهياخده. وليو بيروح ناحيه القناع وبيمسكه وبتبقى ريحته بتزداد سوء، وبيقف قدام المرايه وبيجربه، بس بيستغرب ان صوته اتغير وبقى قوي، وكمان طريقه كلامه بتتغير كانه مصارع محترف، وما بيبقاش فاهم اي حاجه، وبيفضل يقلع ويلبس في القناع، وبيتاكد ساعتها ان القناع مسحور، وبيبدا يجرب قوته في كل حاجه حواليه، لدرجه انه بيرفع عربيه من ايد واحده وبيكسر شجره بضربه بسيطه من ايده، وبيتاكد انه لما بيلبس القناع بتجيله قوه خارقه، فبيجري بسرعه وبيقرا على النت عن حكايه القناع، وبيعرف ان في قوه سريه بيمنحها للشخص اللي يستحق قوته، وان القلاع هو اللي بيختار الشخص ده. وبيجي تاني يوم وبيروح ليو للمدرسه وبيلاقي تريفر وشلته وبيضربوا اصحابه المقربين، فبيقرر ليو هنا يستخدم القناع وينقذ اصحابه، فبيروح يطفي النور وبيلبس القناع وبيهجم على تريفر وشلته. ولما النور بيتفتح كل الطلاب بيتفاجئوا ان تريفر واصحابه مضروبين وكمان متعلقين، وكل الطلاب بيضحكوا عليهم وبيحيوا ليو على اللي عمله ده، رغم ان هم ما شافوش حاجه لكن شافوه وهو بيهجم عليهم. وبعد المدرسه بيقعد ليو مع اصحابه وبيفضلوا يتكلموا عن اللي حصل لحد ما بيظهر قدامهم اعلان المسابقه للمره الثانيه، وبيشوف ليو الاعلان لكن المره دي بيركز اكتر، وبيلاحظ ان هو هيكسب مبلغ كبير لو فاز في المسابقه دي، وكمان هيقدر يسدد دين ابوه. فبتجيله هنا الفكره المجنونه وبيقرر يشترك في المسابقه، ولكن وهو لابس القناع وبالفعل بيبدا يحضر نفسه ويشوف هيلبس ايه مع القناع ده، وبيختار كمان اسم مجهول لنفسه. ولما بيجهز كل حاجه بيروح لمكان المسابقه وبيسجل اسمه بشكل رسمي، وبيدخل ليه يقعد وسط كل المصارعين اللي مشتركين في المسابقه، واي حد بيشوفه في الوقت ده بيستغرب بسبب حجمه وسنه، وبيعاملوه بطريقه واقحه ما عدا مصارع واحد بس محترم وطيب واسمه سموز، وبيكون سموز بيتعامل مع ليو عادي وبيخليه يقعد جنبه وبيتعرفوا على بعض. وبيجي مصارع مشهور يعلن للمتسابقين بدايه التصفيات اللي هتأهلهم للمسابقه، وبيقول لهم ان اول مرحله في التصفيات هتكون عباره عن ان كل متسابق بيمسك برميل تقيل جدا وبيرميه، واكتر متسابقين هيحدفوا البرميل لمسافه بعيده هم اللي هيتاهلوا للمرحله الجايه. وبتبدا التصفيات وبيجي متسابق ضخم وقوي جدا اسمه شمشون وبيرمي برميلين اتنين بدل برميل واحد، وكل الموجودين بينبهروا بقوه شمشون وبيرنوا عليه بعد ما بيشوفوا قوته الجباره، لحد ما بيجي ليه وبيمسك برميل وبيرميه بقوه لدرجه ان البرميل بيخرج من المبنى اصلا. فكلهم بيتفاجئوا من قوه ليه في المرحله دي وبيبداوا ينتبهوا ليه، وبيكملوا باقي التصفيات، وفي كل المراحل بيكون ليه متفوق فيها، وبيقدر يختاروا الاشخاص اللي هتتاهل للمسابقه واللي ليو بيكون ما بينهم ومعاه سموز وشمشون. وبيجي الليله وبيرجع ليو للبيت لكن ما بيدخلش من باب البيت، وبيدخل من شباك اوضته علشان الوقت بيكون متاخر، وهو ما بيكونش عايز ابوه وجدته يعرفوا هو رجع الساعه كام، لكن اول ما بيدخل بيلاقي جدته صاحيه ومستنياه، وهو بتساله ايه اللي خلاه يتاخر لحد دلوقتي وكان فين، فبيقعد ليو معاها وبيحكي لها على كل حاجه من اول القناع السحري لحد المسابقه، وبيطلب منها توعده ما تقولش لابوه على الموضوع ده. وبتكون في الوقت ده جدته بتسمعه وهي مصدومه ومش مصدقه نفسها،
لكنه بيأكد لها حقيقة كلامه ده ويفضل وراها لحد ما بيخليها توعده ان هي مش هتقول لأبوه، وكمان بتقول له ان هي هتتفرج على المسابقة وهتشجعه وتدعمه عشان يفوز. وبيجي تاني يوم بيروح ليو للمدرسة وبيقعد يتابع إريكا من بعيد كالعادة، لكن أصحابه بيفضلوا يشجعوه علشان ياخد خطوة ويكلمها، خصوصا بعد ما هي قدرت تلاحظه لما شافته هو بيتخانق مع تريفر وأصحابه وهو ضربه. وفعلا بيروحوا وبيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض وبياخد منها ميعاد علشان يذاكروا مع بعض. وبعد المدرسة بيروح ليو للمسابقة علشان اليوم ده بيكون بداية دور ال 16 في المسابقة، وبيكون ليو هيواجه خصم قوي جدا لكن هو بيكون واثق في نفسه وفي القناع. وبتبدأ المباراة وفي الأول المصارع ده بيكون هو المتفوق، لكن ليو بيرجع للمباراة بقوة وبمساعدة القناع بيقدر يضرب المصارع ده وبيقدر يفوز ليو بالمباراة، وبيتأهل ليو لدور ربع النهائي وهو فرحان ومتحمس جدا. وجدته بتكون فرحانة أكتر وهي بتتفرج عليه على التلفزيون. وبعدها بيرجع ليو للبيت وبتيجي إريكا تزوره وتذاكر معاه زي ما اتفقوا، وبيقعد ليو معاها وبيقضوا وقت لطيف سوا وبيتعرفوا الاتنين على بعض. وبيجي تاني يوم وبيروح ليو للمسابقة علشان مباراة ربع النهائي، وبيكون خصم ليو المرة دي تخين وحجمه أضعاف حجم ليو، والجمهور كله بيكون مراهن إن المصارع ده هيهزم ليو بسهولة. لكن وعلى العكس تماما لما بتبدأ المباراة ليو بيمسح حلبة بالمصارع ده وبيقدر ليو يهزمه بمنتهى السهولة وبيتأهل لدور نصف النهائي. وبيبدأ ليو يتشير أكتر والناس تسمع عنه وعن قوته الجبارة ويتابعوه، وشهرة ليو الكبيرة بتوصل لشمشون اللي بيكون مستغرب إزاي حد صغير بالشكل ده يكون عنده القوة دي. فبيشك شمشون ان ليو وراه حاجة وبيقرر يدور ورا ليو ويعرف إيه حكايته بالظبط. وبعدها بيروح ليو يتكلم مع صديقه سموز وبيقول له سموز ان هو كمان اتأهل لدور نصف النهائي، وان المضحك في الموضوع ان هما الاتنين هيواجهوا بعض، وان بعد ما هما بقوا اصحاب هيضطروا انهم يقفوا قدام بعض في الحلبة ويضربوا بعض، وفي واحد فيهم هيكسب وواحد هيخسر. فبيقول له ليو ان هما هيلعبوا بعض بعدل والمصارع الافضل بينهم هو اللي هيكسب من غير مجاملة او غش. وبعدها بيروح ليو يقعد مع اصحابه في المطعم واريكا بتكون معاهم وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، واريكا بتقول لهم ان هي عايزه تقدم في مسابقه راس، لكن اللي منعها ان هي خايفه ما تتقبلش، وكمان ان هي مش هتقدر تطلع قدام الجمهور لوحدها وهتكون متوتره. فبيفضل ليو يتكلم معاها ويشجعها ويدعمها وبيديها ثقه كبيره في نفسها، وبيعرض عليها يشترك في المسابقه معاها ويرقصوا مع بعض وهي بتوافق. وفجاه هما بيتكلموا بيلاقوا حرامي دخل يسرق المكان بقوه، فبيقرر ليو يلبس القناع ويوقف الحرامي ده، وبالفعل بيطلع ليه القناع وبيواجه الحرامي وبينقذ الموقف، وكل الموجودين بيفضلوا يهتفوا باسمه وبيحيوه خصوصا اصحابه واللي بيكونوا مش مصدقين عينيهم وبرضه فخورين بيه. وبيبدا ليه يتشير اكتر واكتر لدرجه ان في اعلاميين بيجوا يعملوا معاه لقاء تلفزيوني عنه وعن بطولته. وبتعدي الايام وعلاقه ليو باريكا بتتطور اكتر وبيقضوا وقت كبير مع بعض علشان اريكا بتكون بتدربه على الراس عشان مسابقه المواهب. وبيجي يوم ماتش ليو في دور نص النهائي ضد صديقه سموز، لكن المفاجاه هنا ان قبل المباراه بيدخل مدير اعمال شمشون وبيحط ماده لزجه على السلم اللي ليو هيطلع عليه، واول ما ليو بيدوس على الماده دي حركته بتبقى تقيله جدا وما بيبقاش قادر يتحرك، لكن بيضطر يدخل الماتش. وبتبدا المباراه وسموز بيبهدل ليو وبيستدل ان ليو مش قادر يتحرك بسبب الجزمه، لكن لما ليو بيكتشف الماده اللي في جزمته دي بيقرر يستغل الموقف لصالحه وبيواجه سموز بذكاء وبيقدر يتغلب عليه وبيفوز في الماتش وبيتاهل للنهائي علشان يلاعب شمشون في القفص. وبعد المباراه بياخد ليو الميكروفون وبيحيي سموز وبيقول كلمتين حلوين في حقه، وبعدها بيروح ليو يتكلم مع اصحابه وبدته لكن بشخصيته الحقيقيه من غير القناع. والمفاجاه ان مدير اعمال شمشون بيكون بيراقبهم من غير ما ياخدوا بالهم، وبيكتشف ان ليو مجرد طفل صغير وان القناع ده هو اللي بيديله القوه الخارقه وهو من غير قناع ملوش اي لازمه. وبتطلب اريكا من ليو ما يتاخرش على ميعاد مسابقه المواهب علشان هم هيرقصوا مع بعض، فبيقول لها ليو ان هو عنده مؤتمر صحفي مهم هيخلصوا على طول وهيبقى يجي لها المسابقه. وبالفعل بيروح ليو على المؤتمر وبيفضل يقلل من شمشون ويتريق عليه قدام كل الناس لدرجه ان شمشون بيفقد اعصابه وبيكون هيهجم عليه ويضربه، لكن الحراس بيمسكوه وبيبعدوهم عن بعض في اخر لحظه. وبعد المؤتمر بيفضل ليو يتصور مع المعجبين وبيعمل لقاءات مع الصحفيين وبينسى نفسه خالص. وفي نفس الوقت ده بتكون إريكا مستنياه على ميعاد العرض، لكن بيكون هو نسيها ونسي العرض أساسا، فبتضطر إريكا تطلع ترقص لوحدها. ورغم إن هي بتكون زعلانة جدا ومحرجة لكنها بتقدر تبهر الجمهور ولجنة التحكيم بيعجبوا بيها جدا. وبعد العرض ما بيخلص بيوصل ليو وبيروح لإريكا وأصحابه، لكن هم بيكونوا زعلانين عشان ما حضرش، وبدل ما هو يعتذر لهم ويصلح موقفه بيبدأ يقول لهم إنه مسابقته أهم من مسابقة المواهب دي وإن هو مشهور وليه معجبين ومش شرط يكون فاضل
لهم طول الوقت، فبيزعلوا منه ومن غروره وبيسيبوه وبيمشوا. وبيرجع ليه للبيت وبيتفاجئ بان تريفور واصحابه مستنيينه بره علشان ينتقموا منه على اللي عمله فيهم، وللاسف ما بيلحقش يخرج القناع ويلبسه، فبيقدروا يضربوه وبياخدوا حقهم منه. وبعدها بيرجع ليه على بيته وبيطلع يقعد لوحده بدون ما يتكلم مع ابوه او جدته. فبيطلع ابوه يتكلم معاه وبيحاول يقرب منه وبيحاول يحسن علاقته معاه، لكن ليو بيصد ابوه وبيقول له ان هو مش عايز يتكلم معاه وبيخليه يمشي. فبتيجي جدة ليو وتقعد معاه وبتعرف ان اسلوبه ده غلط جدا، وان القوة الحقيقية ما بتكونش في الاقنعة السحرية لكن بتكون طالعة من العقل والقلب. فبيتأثر ليو بكلامها، وبيجي تاني يوم وبيروح ليه ويعتذر لاصحابه على طريقته معاهم، وبيقول لهم ان الشهرة كانت مأثرة عليه، ولكن هو خلاص رجع للطريق الصحيح وعارف ان هو ملوش قيمة من غيرهم. وهم بيحسوا فعلا ان هو رجع ليه وصاحبهم بتاع زمان، فبيسامحوه وبيرجعوا اصحاب تاني. وبتعدي الايام لحد ما بيجي يوم المباراه النهائيه ليو اللي هيواجه فيها شمشون، واللي بيكون على اخره من ليو، وكان مستني اليوم اللي هيواجهه فيه علشان ينتقم منه ويأدبه. وقبل المباراه ما تبدا بيروح شمشون ومدير اعماله ليو في اوضه تغيير اللبس، وبيقول مدير اعمال شمشون لليو ان هو عارف حقيقته وان هو عارف ان هو مجرد طفل ضعيف وملوش لازمه. وبيفضل مدير الاعمال يلهيه لحد ما شمشون يبدل قناع ليو بقناع تاني مزيف، وبيخرج بعد كده مدير اعماله. وبعدها شمشون وليو بيدخلوا القفص وبتبدا المباراه. ومن بدايه المباراه بيلاحظ ليو ان هو ضعيف جدا ومش عارف يدافع عن نفسه ولا عارف يضرب بقوه زي الاول. فبيطلع شمشون القناع الحقيقي وبيعرف ليو ان هو معاه قناع مزيف وان هو على وشك ان هو هينضرب علقه موت. فبيحاول شمشون يلبس القناع السحري لكن ما بيقدرش، فبيقرر ان هو هيأدب ليو بدون قناع. وبيجري شمشون على ليو علشان يشتبك معاه، لكن ليو بيفضل يجري منه في القفص وهو خايف، وبيطلع على القفص ويفضل فوق. فبيقرر شمشون هنا يطلع وراه علشان يمسكه ويرجعه للحلبة. وفي اللحظة دي بيتدخل ستيف ابو ليو وبيقول لابنه ان شمشون بيخاف من المرتفعات وده واضح عليه وهو بيطلع. فبيفضل ليو يستفز شمشون علشان يبص لتحت، وبالفعل شمشون بيعمل كده، واول ما بيبص لتحت بيدوخ وبيقع من فوق وبيفضل لايح على الارض. وبيكون ليو في الوقت ده قادر انه يوصل للقناع السحري ويستخدمه، لكنه بيرفض يعمل كده وبيقرر يفوز من ورا القناع. وبينط ليو على شمشون من فوق وبيقدر يتغلب عليه وبيقدر يفوز بالماتش. وكل الجمهور بيكونوا فرحانين بليو وعمالين يتفقوا باسمه. وبعدها بيتكلم ليو في المايك وبيشكر جدته وابوه واصحابه وكل الناس اللي وقفوا جنبه. وبيجي الاتحاد يسلم ليو الجايزه وبيعرفوا ان هو هيستلم المبلغ المالي عادي، لكن مش هيقدروا يسمحوا له بدخول الدبليو دبليو اي علشان هو لسه سنه صغير، وبيسمحوا له يختار مصارع تاني يستحق يدخل بداله. وطبعا بدون تردد ليو بيختار سموز علشان هو اللي يدخل مكانه، وبيقول لهم ان هو احق مصارع بالمكان ده. وبعد مرور اسبوعين بنشوف ليه وبعد ما سدد دين ابوه بالمبلغ اللي كسبه، وعلاقته بتكون مع ابوه اتحسنت بشكل كبير وبيكونوا عايشين حياه مثاليه. وبيقرر ليه ينضم لفريق المدرسه للمصارعه علشان يبدا المشوار من اوله ويحقق حلمه بارادته وعزيمته من غير قناع سحري ولا اي قوه خارقه. وبيخلص الفيلم.